السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب اشوفكم كده من المقبولين في الكلية الحربية وكلية الشرطة، ويا رب كل نفسه في حاجة يحققها بإذن الله. قبل ما اتكلم عن موضوع النهاردة، في ناس كتير بتدخل تسألني على البرايفت، الواتس او الجروب التليجرام بتاعي او في الكومنت هنا عن أسئلة انا اصلا مجاوبها في الفيديو. يعني انا بنزل الفيديو وفي كل الأسئلة من قبل ما انت تفكر انك انت تسألها لي انا مجاوب لك عليها. فلما تيجي انت تسالني، تمام، السؤال هو وكذا حد بيعمل الحركه دي وبيسالني السؤال ده على الواتس او على التليجرام او على في الكومنت هنا في الفيديو، تمام، أنا ببقى متضايق لانك انت كده مش بتسمع الفيديو اصلا. تمام. فانا نصيحتي ليك عشان بس ما تكلمش في الفيديو كل شويه. تمام. يعني انا بنزل في الفيديو الاسئله كل حاجه، انت بتيجي تسالني طب ما انت ما تتفرجش على الفيديو، طب اتفرج على الفيديو ولو في سؤال مش موجود اساله لي وانا مش هتاخر معاك، واخد بالك. فانا بنصح كل الناس اللي عندي اللي بتتابعني تتفرج على الفيديو كامل، تمام، وتشوف لو السؤال بتاعك انت لو ما لقيتوش موجود، تمام، سيبه لي في كومنت وانا او كلمني على الواتس. تمام. وانا طبعا بسيب رقمي لاي حد يكلمني او يرن عليا وانا هرد عليه. تمام. بس لو في حالة ان السؤال بتاعك مش موجود، لكن كل سؤال موجود انا بختصر اصلا في الفيديوهات، والله العظيم انا بختصر فوق ما تتخيل، انا بجيب لك الخلاصه. انا الفيديو بتاعي مثلا لو هو مدته 8 دقائق ولا 9 دقائق انا بحط لك في 5 دقائق وبجيب لك المفيد والخلاصه. لان مش بحب يعني مش برد كتير في الفيديو، وببسط لك المعلومه على قد ما اقدر يعني، بخلاف ناس تانية كتير. عموما الحلقه بتاعت النهارده يا رجاله عن تقديم لمعهد ضابط الصف. تمام. هتكلم فيه شروطه، ماشي، والاوراق المطلوبه اللي انت المفروض تجهزها من دلوقتي، والميعاد بتاعه، ماشي، وميعاد سحب ملف من منطقه التجنيد. هتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. بص يا غالي، اول حاجه التقديم بتاع معهد ضابط الصف هيكون على الموقع ان شاء الله يوم 17 3 2023. ده الميعاد بتاع ايه التسجيل على الموقع 17 3 2023. فان شاء الله الموقع لما يفتح وتسجل على الموقع هيحددوا لك ميعاد، تمام، تسحب فيه الملف، ماشي. سحب الملفات هتكون يوم كام يا جدعان؟ يوم 1 4. سحب الملفات هيكون يوم 1 4، ماشي. من قبل 1 4 دي كلها التقديمات على الموقع. بعد كده تسحب الملف من بعد يوم 1 4، ماشي. هتسحب من فين الملف بتاعك؟ انا قلت لك من منطقه التجنيد. منطقه التجنيد دي يا رجاله اللي هي بتاعت اللي انت هتقدم فيها على الجيش. تمام. هي دي منطقه التجنيد، ماشي. طب هتقدم عليها بشهاده ايه؟ اعدادي ولا ثانوي ولا ابتدائي ولا ايه بالظبط؟ تمام. هتقدم عليها من الشهاده الاعداديه بتاعتك او الدبلومات، دبلوم زراعه، دبلوم صناعه، دبلوم تجاره، بس انت الشهاده بتاعتك الشهاده الاعداديه. تمام. ماشي. دي حاجه. الحاجه التانيه قبل ما نتكلم عن الشروط بتاعته، اهم حاجه خدها نصيحه من اخوك، اهتم باللياقه البدنيه بالذات. اللياقه البدنيه هو الطبي والرياضي، دول اهم حاجه في الكشف كله، لانك انت برضو المعهد ده صعب شويه بخلاف معهد معاون الامن، واخد بالك. ده تبع القوات المسلحه، ده تبع وزاره الداخليه، ففي فرق كبير. فانت اهتم باللياقه البدنيه بتاعتك الرياضي، وانا هتكلم عن الرياضي طبعا في الفتره اللي جايه دي، ماشي. تمام. بص يا باشا، شروط التقديم، تمام، عشان خاطر تقدم في معهد ضابط الصف، ماشي. المعهد ده يا جدعان مدة الدراسة فيه تلات سنين. مدة الدراسة 3 سنين، تمام. بعد كده طبعا هتتخرج انت ويتم يوزعوك بقى زي ما هم عايزين، هتتوزع بعد 3 سنين، ماشي. اول شرط يجب ان يكون المتطوع مصري الجنسية والاب والام مصريين، ده اول شرط. تمام. تاني شرط يتميز المتطوع بحسن السير والسلوك. حسن السير والسلوك يعني ما تكونش انت بقى خدت لك فاصل من مدرسة اعدادية او ثانوية او اي حاجة او عامل مشاغبة او عليك اي حاجة قضايا والحاجات دي، تمام. يجب على المتطوع بأن يكون لائق طبيا للخدمة العسكرية. لائق طبيا كشف الطب بتاعك، لو في عندك أي حاجة في الكشف الطبي بتعاني منها تلحق تعالجها من دلوقتي، ماشي. تمام. ألا يقل سن المتطوع عن 15 سنة. سنك يكون عندك 15 سنة، دي أقل حاجة، وما يزيدش عن 25 سنة، ماشي. ألا يكون المتطوع متزوج أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب. يعني انت ما تروحش هناك وتكون متجوز او اتجوزت قبل كده، ما ينفعش. تمام. ولو حبيت تتجوز هتتجوز بعد 3 سنين اللي هم بتوع المعهد، ماشي. يشترط اجتياز المتطوع الاختبارات اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه اللي هي كشف الرياضي، وانا قلت لك الرياضي ده يعتبر يا جدعان اهم حاجه. الرياضي ده مهم جدا جدا. الرياضي عندك انت ضغط وعقله وبطن وضاحيه وجري وقفز الثقه وحاجات كتير انا هتكلم عنها برضو، ماشي. بعد كده اجتياز المتطوع الاختبارات الثقافية والنفسية والمهنية. دي أسئلة عامة، تمام، وأسئلة شخصية في نفس الوقت، ماشي.
دي انت بقى تكون انت ايه تعديها، وان شاء الله سهله يعني، هنتكلم عنها برضو ما تقلقش. بعد كده يجتاز المتطوع كشف الهيئه. كشف الهيئه طبعا كلنا عارفين ده يعتبر القبول كله اصلا، كشف الهيئه. تمام، اللي لك يعني جسمك كده بيكون متناسق، اللبس بتاعك القميص مع البنطلون مع الحزام مع الجزمه والحاجات دي انا هتكلم عنها برضو. ماشي. لا يسمح بقبول المتطوعين الذين تم فصلهم من قبل لاي سبب من اسباب من قبل. يعني انت ما تروحش تقدم لي وعندك انت ملف بتاعك بتاع الشهاده الاعداديه او الشهاده الثانويه التجاره او زراعه او صناعه، تمام، مكتوب فيه انك انت خدت انذار او فصل او مشاغبه، ما ينفعش. ماشي. يشترط موافقة ولي الأمر في حالة عدم بلوغ المتطوع سن 18 سنة. يعني أنت إحنا قلنا السن من 15 ل 25، لو أنت من 15 ل 18 سنة هتقدم فلازم مين؟ موافقة ولي الأمر اللي هو والدك. تمام؟ في إقرار كده أبوك يكتبه إنك أنت إن هو موافق إنك أنت تقدم على المعهد ده. الطول ما يقلش عن 165 سنتي. ماشي. ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من مجموع درجات المتطوع أو متطوعة. 60% اللي هي بتاعت الإعدادية، احنا قلنا هنقدم بالإعدادي، لكن لو واخد ثانوي أو تجارة أو زراعة هتقدم عادي. تمام، بس المجموع بتاعك ما يكونش معدي، ما يكونش أقل من 60%. تمام. النقطة دي حلوة خالص. موافقة إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع جهاز الأمن الحربي على تطوعه بالقوات المسلحة. عارف يعني إيه؟ يعني بقى صح تعدي التحاليل بتاعتك، تكون القضايا عندك خفيفة، مفيش قضايا خالص والحاجات اللي انت عارفها دي. وانا طبعا منزل فيديو لو عندك قضايا تمسحها ازاي، تمام، وتعدي ازاي التحاليل اصلا. ماشي. ايه هي بقى النقطة الثالثة والاخيرة؟ ايه هي بقى الاوراق المطلوبة عشان تقدم لمعهد ضباط الصف 2023؟ صورة من اصل الشهادة الاعدادية المعتمدة، تمام، او مستخرج رسمي معتمد ومختوم. ماشي. وتقدم الاصل عند الالتحاق. ازاي؟ يعني انت دلوقتي هتجيب الشهاده الاعداديه، لو انت لسه خريج الاعداديه ولسه ما عطوكش الشهاده بتاعتك، هتجيب حاجه اسمها ايه، صوره معتمده انك انت خريج مثلا 2022 او 2023 من مدرسه كذا بمجموع الدرجات بتاعتك كذا، وان شاء الله ربنا يكرمك وتتقبل تكون انت ايه طلعت الاصل من المدرسه. تمام. تاني حاجة تحتاجها عشان تسحب الملف: شهادة ميلاد مميكنة حديثة الصدور. شهادة ميلاد مميكنة حديثة الصدور يعني تكون لسه مطلعها. ماشي، ما تكونش من 5 6 سنين ورا. آخر حاجة واللي هي صورة بطاقة الرقم القومي. صورة بطاقة الرقم القومي دول يا رجالة الأوراق المطلوبة لمعهد ضابط الصف، والميعاد، تمام، والشروط. ماشي. والمكان اللي هتسحب فيه منه الكراسة. ماشي. لو انت عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، سيبه في الكومنت طبعا وانا برد على كل الناس. بس اشترك في القناه وفعل زر الجرس واتبع معايا كل جديد. تمام. وان شاء الله الفتره اللي جايه دي كلها هتكلم عن اختبارات الكليه الحربيه وكليه الشرطه، وبرضه هكون معاكم مع الناس اللي هي تقدم على معهد ضابط الصف. ماشي. لو في اي حاجه كلمني يا صاحبي وانا مش هتاخر معاك. بالتوفيق للجميع.